كان أول مؤشر اللي هو في السطر الثاني في الجدول اللي عندنا، كان أول مؤشر إسلامي صدر. تخيلوا بقى، أول مؤشر إسلامي صدر لم يصدر في دولة إسلامية، ولكن صدر في الولايات المتحدة الأمريكية، اللي هو مؤشر داو جونز، اللي هو داو جونز إسلاميك ماركت إندكس. ده أول مؤشر صدر، اللي هو DJIMI، وده صدر في سنة 1999. عذرا إنها مكتوبة باللغة الإنجليزية، معلش الشريحة كانت عندي كده ما لحقتش أترجمها بسرعة، لكن هي واضحة يعني، المعلومات اللي فيها واضحة إن شاء الله. ده كان أول مؤشر صدر بعديه مؤشر بتاع فاتسي، اللي هو فاينانشال تايمز، وده صدر في سنة 2000. ثم تلاه أيضا مؤشر ستاندرد أند بورز، وده مؤشر مشهور كلنا نعلمه يعني، كلنا عارفينه، وده صدر أيضا في سنة 2000. ثم جاءت أيوفي، اللي هي في السطر الأول، اللي هي Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution، اللي هي شهرتها أيوفي، وحطت الضوابط الشرعية، وهي لم تضعها بصورة مباشرة، لكن اتكلمت عنها في معيارين شرعيين. اتكلمت عنها في المعيار الشرعي رقم 21، المعيار الخاص بالمؤشرات، واتكلمت عنها في المعيار بتاع الأوراق المالية. ومن المعيارين تقدر تطلع بالمؤشرات أو المعايير الخاصة بأيوفي. يبقى دي أيوفي، وأيوفي صدرت المعايير بتاعتها دي المتعلقة بالمؤشرات عام 2004. في بعد كده عندنا مؤشرات متعددة زي مؤشر كوالالمبور، اللي هو كوالالمبور شريعة اندكس، وده أيضا صدر تقريبا في عام 2013. على مستوى الدول الإسلامية صدر عندنا يمكن بعضها، معلش عذرا مش مكتوب كلها هنا، لكن صدر عندنا طبعا في مورجان ستانلي أيضا، وده مؤشر مشهور أيضا، اللي هو مورجان ستانلي كابيتال انترناشونال وورلد اسلاميك اندكس. صدر بعد كده مؤشر مسقط، اللي هي سوق مسقط، اللي هو ماسكت سكيورتيز ماركت شريعه كومبلين اندكس، وده صدر تقريبا في عام 2013 تقريبا. ثم صدر ايضا مؤشر من دبي، اللي هو DFM، اللي هو دبي فاينانشال ماركت اسلاميك اندكس، مش مكتوب معلش قدامنا هنا، وده صدر في 2018. كذلك صدر مؤشر تداول في المملكه العربيه السعوديه. يبقى اذا المؤشرات الشرعيه ليست حديثة، هي حديثة طبعا إلى حد ما، لأن لو احنا بصينا هنلاقي أول مؤشر صدر 1999، يعني نقول 2000، يعني عمرها كله 24 عام، على خلاف المؤشرات التقليدية اللي بدأ من نهاية القرن التاسع عشر، من 1896 تقريبا. فبالتالي عمر المؤشرات الإسلامية زي بالظبط كده ما البنوك الإسلامية بدأت في السبعينات، فهذه بدأت في تقريبا نقول في بداية القرن الحالي، اللي هي من سنة 2000، أو داو جونز اللي صدر 1999.